اهلا بيكم. الدليل الشامل لتجنب الطفل عمليه التخدير الكلي لعلاج اسنان. طبعا احنا الدنيا اتطورت كتير قوي في مجال طب الاسنان الاطفال، وبقى في تقنيات جديده وبقى في طرق حديثه للعلاج، لكن ما زال هناك اطفال لا يمكن علاجهم على كرسي الاسنان وما بيستجيبوش للعلاج على الكرسي اطلاقا. والحل الامثل بالنسبه لهم هو ان يتم علاج اسنانه تحت تاثير التخدير الكلي. امهات كتير قوي لما بنقول لها ان ابنك محتاج تخدير كلي طبعا بتقلق وبتتخض، وفي نفس الوقت بتأجل العلاج بتاع الطفل لغاية ما الأسنان محلتها ما تسوء أكتر وأكتر. وبدل ما كنا هيدخل تخدير كلي عشان نعالج الأسنان بتاعته ونحافظ عليها ويبقى شكله جميل، برضه بيدخل تخدير كلي عشان السنان دي تتخلع في الآخر. فاحنا عايز اقول لكم بقى اكتر نصيحة مهمة عشان نجنب الطفل عملية التخدير الكلي دي من الاساس. طيب هو بيدخل التخدير الكلي دي ليه؟ بيدخل التخدير الكلي عشان عنده اسنان مسوسة، التسوس بتاعها بقى عميق وواصل لغاية العصب، وما ينفعش فيه اي طرق من طرق الوقاية او العلاج على الكرسي غير انه يتعمل له علاج عصب، واحيانا بنحط عليها طرابيش، سواء طرابيش لونها ابيض او طرابيش ستانلس، واحنا هنا بنفضل الطرابيش البيضاء للاسنان الامامية. فالحل ان احنا عشان نتجنب موضوع التخدير الكلي دوت ان اصلا اسنانه ما تسوسش. طيب هو مين اللي بيدخل التخدير الكلي؟ اللي هو الطفل اللي بيكون لسه صغير في السن واسنانه حصل فيها التسوس ده نتيجة حاجة اسمها تسوس الرضاعة. تسوس الرضاعة يعني الطفل بياخد لبن او عصير او اي حاجه فيها سكر، في ناس بتحط ينسون وعليه سكر وتديه للطفل انه يفضل نايم عليه طول الليل، عشان هي دي الطريقه اللي الطفل متعود ان هو ينام عليها. فاحنا لازم من البدايه خالص، من هو الطفل لسه رضيع، ما نعودوش على انه ينام وهو فيه في بقه اي حاجه من الحاجات دي خالص. طيب حتى لو رضع طبيعي او رضع صناعي، بقايا اللبن اللي بتلزق على السنان دي بتفضل تتخمر طول الليل، لان في اثناء الليل اللسان ما بيتحركش والشفايف ما بتتحركش ودرجه حراره الجسم بتعلى شويه والاوضه بتبقى ضلمه، وكلها عوامل بتخلي التخمر بتاع بقايا اللبن اللي على السنان ده انه يتخمر ويعمل موضوع التسوس الرضاعه ده. بعد ما ياخد الرضعه بتاعته حتى لو كان نام، بنجيب قطنه مبلوله او شاشه مبلوله ونمسح بيها بقايا اللبن دي من على اسنانه، ويبقى دي الخطوه رقم 1. الخطوه رقم 2 ان احنا كل ما نعوده بدري انه ما ينامش على حاجه مسكره في بقه يكون افضل. في امهات بتبتدي تعود ولادها ان اخر حاجه ياخدها قبل النوم هي الميه، ودي بالتعاون مع دكتور الاطفال هيساعدكم في حاجه زي كده. طيب بعد كده لما الطفل يكبر شويه ما ندلوش اي حاجه حلوه خالص الا في وقت معين ونكون موجودين فيه في البيت، وياخدها مره واحده بس في اليوم، ويغسل سنانه بعديها على طول قبل ما يفوت ساعه من غسيل من اكل الحلويات. لو احنا عملنا الحكايه دي الطفل ده سنانه مش هتسوس لدرجه انه يحتاج التخدير الكلي. الطفل لما بيكبر شوية بيبقى عمره 4 سنين ونص أو 5 سنين، ده بيبقى لازم يروح لدكتور أسنان أطفال لو سنانه مسوست، عشان دكتور أسنان الأطفال بيبقى عنده من الطرق النفسية اللي يقدر إنه يتعامل بيها مع الطفل عشان يحب زيارة السنان ويعالج أسنانه. كتير من الامهات لما ولادهم يكبروا ويبتدوا اسنانهم يسوسوا ما بيروحش لدكتور اسنان اطفال، وبالتالي الطفل ما بيبقاش سهل عنده انه يتقبل العلاج او يحب زيارات السنان يعني بصفه عامه. الطفل الاكبر من كده شويه ده خلاص بقى احنا بنقدر ان احنا نوصل معاه لدرجه من التفاهم، بيقدر ان هو يفهمنا ويفهمه ونتكلم معاه بحيث ان احنا نقنعه انه يتلقى العلاج بتاعه ده على الكرسي بتاع الاسنان. مازال هناك برضو في اطفال هيحتاجوا التخدير الكلي ده، بس النصايح اللي انا بقولها دي هتقلل الحاجه للتخدير الكلي بنسبه كبيره جدا. الحاجة الأخيرة إن الأطفال أو ذوي التحديات العقلية أو العصبية ده للأسف ما بينفعش معاهم الطرق بتاعة الحوار والنقاش والعلاج النفسي دوت والطريقة النفسية اللي احنا بنتعامل بيها مع الأطفال، فما بيبقاش ليهم حل غير التخدير الكلي للأسف. لكن هنا انا بتكلم على النسبه الاكبر اللي بتحتاج التخدير الكلي، هم الاطفال الصغيرين اللي بيجي لهم تسوس رضاعه، هم دول النسبه الاكبر اللي بيحتاجوا التخدير الكلي دوت. عشان كده احنا لو قدرنا ان احنا
نمنع تسوس الرضاعة ده من بدري، من وهو الطفل رضيع، هنقدر ان احنا نتجنب فرصة، يعني امكانية ان الطفل يحتاج تخدير كلي اصلا عشان يعالج سنانه. انتوا زي ما انتوا عارفين علاج الاسنان بيبقى بنشتغل بادوات وحاجات بتحفر في السنه، وفي ميه، والطفل كل ما يكون صغير كل ما بتكون فرصه ان احنا نقدر ان احنا نتعامل معاه على الكرسي بتاع الاسنان في العياده بتبقى اصعب، لانه طبعا هو مش فاهم احنا بنعمل ايه، وخايف من الاصوات اللي حواليه، ومش عايز يفتح بقه كويس، بنخاف ان هو لسانه يتعور وخده لا قدر الله ممكن يتعور من الحاجات اللي بتجري بسرعه اللي احنا بنشتغل بيها وبنحفر بيها دي. فغصب عنه لو اتعور هنبقى ساعتها هنضطر ان احنا ندخل تخدير كلي عشان نخيط له شفته ولا نخيط له لسانه. ده غير ان الجوده بتاعه الحشو او بتاعه العلاج كمان ما بتطلعش مظبوطه بسبب الحركه اللي هو بيمارسها جامد جدا، وان احنا بنبقى ماسكينه بالعافيه، فبالتالي ممكن الحشوات اللي تتعمل دي هو الطفل ما يستفدش منها اصلا وترجع تقع مرة تانية، او ان السنان ترجع تسوس مرة تانية بسبب ان الحشوات دي مش محطوطة بجودة مظبوطة. فنسبة كبيرة جدا من الأطفال اللي بتحتاج التخدير الكلي بيكونوا الأطفال اللي جالهم تسوس الرضاعة وهم صغيرين، ولو منعنا تسوس الرضاعة ده فاحنا هنتجنب الطفل احتمالية انه يحتاج تخدير كلي بنسبة عالية. التخدير الكلي دلوقتي ما بيأثرش على النمو بتاع المخ، او ما بيأثرش على الأعصاب بتاعة الطفل لما يكبر. بيبقى في تحاليل طبيه دكتور التخدير بيطلبها بيطمن بيها على صحه الطفل قبل ما يحدد له الميعاد اصلا. احيانا بيبقى هو التخدير الكلي ده هو الحل الامثل، ان في خلال ساعه واحده او ساعه ونص بنصلح له كل المشاكل اللي في اسنانه، وبنعالج له كل التسوسات اللي موجوده في اسنانه، واللي محتاج علاج عصب واللي محتاج طرابيش وهكذا، وتخلص في جلسه واحده وخلاص.